السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة. اليوم بدنا نزرع النعناع بطريقة فريدة. أول شي بدنا نجيب حزمة نعناع من البقالة، بعدين نجيب قنينة شفافة ونثقبها من كل الجوانب بهذا الشكل، ونترك بين الثقب والثقب تقريبا 3 سنتي، وأيضا نثقبها من الأسفل مشان وقت السقاية المياه الزايدة تتسرب من الأسفل. مثل ما لكم شايفين ثقبت القنينة من كل الجوانب بهذا الشكل. بعدين نجيب حصى ونحطه بأرضية القنينة. هذا الحصى ضروري انك تحطه بأرضية القنينة. فوق الحصى بدنا نحط تراب. لو حطينا تراب مباشر بدون الحصى، التراب بده ينزل أرض القنينة وما رح تطلع المياه الزايدة، لذلك احتمال كبير التربة تعفن والنعناع اللي بدنا نزرعه بده يبس. هاي هي حزمة النعناع مثل ما لكم شايفين. بدنا نجرد حزمة النعناع من الأوراق تماما، وبدنا ناخذ آخر 6 سنتي أو 7 سنتي من كل فرع بهذا الشكل. نشيل منه كل الأوراق ونترك فقط ورقة أو ورقتين نهاية الغصن. وبإمكاننا نزرع بهاي الطريقة متى ما حبينا، سواء بالصيف أو بالشتاء أو بالربيع أو بالخريف. جميع فصول السنة تصلح لهاي الزراعة. وحزمة النعناع هاي اللي جبناها راح تكفينا للمنزل طول السنة، لأنه النعناع مثل البقدونس، انت لو زرعته مرة واحدة تقدر تستخدمه لأكثر من 2 و3. وراح ندخل الأغصان اللي أزلنا منها الأوراق بهذا الشكل. بعد ما ندخل الأغصان تماما نجيب التربة ونعبي القنينة بشكل جيد، بعدين نسقي التربة. مثل ما لكم شايفين هذا شكل النعناع داخل القنينة، وشوفوا منظر القنينة ما أجمله. طبعا بعد شهرين أكيد النعناع رح يمد ورح يصير المنظر أجمل. طيب احنا جبنا القنينة وثقبناها وجبنا حزمة نعناع وأزلنا عنها الأوراق وزرعنا النعناع. حاليا بدنا نعبي القنينة تراب بهذا الشكل. بهاي الطريقة تقدر تعبي القنينة تراب بكل سهولة وبدون ما تتعذب. وهاي الطريقة سهلة جدا، بإمكان أي شخص منكم يقدر يزرع النعناع بهاي الطريقة الجميلة. أول شي رح ياكل نعناع بلدي، نعناع طيب، مو مثل النعناع اللي رح يشتريه من البقالة. ثاني شي رح يكون عنده المنظر جميل جدا. يعني انت لو زرعت نعناع بهاي الطريقة بإمكانك تخلي هاي القنينة على الشباك بالمطبخ عندك أو على البلكون. متى ما حبيت تاكل نعناع طري تازة تقدر تقطف من هاي الأوراق، وبعد فترة الأوراق راح تجدد. طيب حاليا بدنا نعمل اختراع مشان نقدر نسقي النعناع اللي زرعناه بالقنينة. بدنا نجيب حي الله أداة بهذا الشكل، تكون حديد وتكون عريضة شوي. بعدين بدنا نجيب قطاتين أو سكرين بهذا الشكل، نلصقهن على الحديدة اللي حميناها بشكل جيد. بعدين مباشر نلصق القطوات على بعضهن بهذا الشكل مشان يلحمن على بعضهن. بعدين بدنا نثقب القطعتين بهذا الشكل مشان نوصل القطعتين مع القنينة. وبعدين بدنا نجيب القنينة اللي قطعناها من الوسط، بدنا نركبها على القنينة بهذا الشكل. بعدين نعبي القنينة اللي قطعناها مي بهاي الطريقة، والمي بدها تتقطر وتنزل على التربة بهذا الشكل. ويفضل بالمرحلة الأولى من زراعة أقلام النعناع إنك ما تكثر من السقاية. وبعد مرور 60 يوم صار عندنا النعناع بهذا الشكل. وهذا النعناع مثل ما ذكرت لكم نعناع بلدي. بعد مرور 60 يوم الأغصان اللي زرعناهن بلش يتشكل منهن جذور بهذا الشكل، وبعد فترة النعناع رح يمد ورح يطلع منظر جميل جدا. مثل ما لكم شايفين الأوراق خضراء، وإحنا كل فترة نشيل منهن ويرجعان يجددا من جديد. طريقة زراعة النعناع سهلة جدا. أنا زرعت بهاي الطريقة مشان الأخوة المتابعين اللي ما عندهم أرض يزرعون بها يتعلمون هاي الطريقة وينفذونها، والنعناع راح ينجح عندهم 1000000%، لأنه هاي الطريقة مجربة. إن شاء الله تكونون استفدتم من هذا الفيديو ولو بمعلومة واحدة. كان معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.